نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، نائب الجمعية الفقهية السعودية، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا نحيي ضيفي الكريم. مرحبا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة بين الفينة والأخرى. مرة بعد أخرى حياكم الله صاحب الفضيلة. وعقب موسم الحج تكثر الأسئلة عن الحج، من حج وحصل هناك بعض المخالفات، بعض الأفعال التي لا يدري ولا يعرف الإنسان حكمها الشرعي. من الأسئلة التي دائما تدور ما يتعلق بالمرأة الحائض حينما يفوت عليها طواف الإفاضة وترجع إلى أهلها، ماذا يجب عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، هو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وهو المذكور في قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وحينئذ فإذا لم تطف المرأة طواف الإفاضة فإنه لا يتم حجها إلا به، فلا بد أن تعود وتأتي به، لا بد من ذلك. فإن أركان الحج 4: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، وأعني بالطواف طواف الإفاضة. المرأة إذا حاضت فالأصل أنها تحبس محرمها حتى تطهر ويطوف معها، يعني يبقى معها حتى تطهر وتطوف. نعم. يبقى معها حتى تطهر وتطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ هذا هو الأصل. فإذا لم يتيسر أن تبقى فلها أن تذهب إلى بلدها، ثم إذا طهرت ترجع وتأتي بطواف الإفاضة. ولكن في هذه الحال تكون لم تتحلل التحلل الكامل، فلا يقربها زوجها، لا يجوز زوجها أن يقربها بأي حال من الأحوال، لأنها لم تتحلل التحلل الكامل، وإنما تحللت التحلل الأول. فعليها أن تذهب إذن وتأتي بطواف الإفاضة فقط. طواف الإفاضة. السعي يعني ننظر، إن كانت لم تأتي بالسعي فإنها تأتي بالسعي بعده. هل تأتي بعمرة أم لا؟ نقول لا بأس أن تأتي بعمرة، بل الأفضل أن تأتي بعمرة قبل الحج، قبل الطواف. نعم، ممكن تأتي بعمرة قبل الطواف أو بعد الطواف، الأمر في هذا واسع. فلو أتت بعمرة في هذه الحال كان ذلك أحسن. وحينئذ إذا أرادت أن تأتي بعمرة فإنها تذهب للميقات وتحرم بالعمرة، وتأتي بالعمرة ثم تطوف طواف الإفاضة. هذا هو الأكمل والأحسن في حقها. ولكن أؤكد على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأن الحج لا يتم إلا به، فلا بد أن تذهب المرأة وتأتي بهذا الركن. تمسك عن الأخذ من شعرها وأظفارها؟ لا تمسك، هي تحللت. قد تحللت التحلل الأول. ما معنى التحلل الأول؟ التحلل الأول معناه أنه حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام ما عدا الزوج وما يتعلق به فقط. ما عدا ذلك من تقليم الأظفار، من لبس النقاب، من مس الطيب، هذه كلها تجوز بالنسبة لها، لأن قد تحلت التحلل الأول، لكن فقط هي ممنوعة من الزوج وما يتعلق بالزوج. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. استاذنك معي الأخت سمية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن، بارك الله فيك. لو سمحت، ما حكم إزالة الشعر اللي بين الحاجبين؟ وحكم لبس كم القصير للمرأة؟ فقط يا شكرا. لبس الكم القصير أمام من؟
أمام النساء في أمام الزواج النساء. يعني. طيب واضح. شكرا يا أختي الكريمة. الأخ سعد تفضل. نعم. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مسيك بالخير والعافية. بالنسبة يا شيخ، كثر اليوم الكلام حول رجال الحسبة وحول فتاوى العلماء في الصحف المحلية. يعني نرجو من الله ثم من العلماء أن يكون لهم موقف يعني حازم يتخذون ضد هؤلاء يعني شوهوا صورة الهيئة وشوهوا صورة العلماء. شكرا لكم. شكرا أخي الكريم. معي عبد الله من تونس تفضل. عبد الله تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضل. أنا طالب في الجامعة اختصاص صناعات غذائية. من ضمن المواد التي توجد في المقرر لدينا مادة تدرس الخمور، لأن الخمر تحتوي على عنصر غذائي أساسي وهو العنب. وعندنا حصص الأجوال التطبيقية نقوم فيها بالتحليل الفيزيائي لعينات من الخمر. السؤال: هل يجوز الحضور للحصص التطبيقية والدروس النظرية، علما وأن هناك أعداد تنسب في لهذه التقارير التي نعدها بعد كل حصة وتحسب في المعدل النهائي؟ طيب واضح السؤال يا شيخ. في سؤال تداخل معه تريد التفصيل؟ نعم واضح. طيب شكرا جزيلا. أبو خالد تفضل. أبو خالد. عبد الرحمن تفضل. أخوي عبد الرحمن. أيوة. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك، أنا حجيت هذا العام. نعم. طفت طواف الإفاضة، ولكني ما طفت طواف الوداع. ذهبت إلى المدينة، بقيت 4 أيام ورجعت على مكة متأول الحديث لا ينفرن أحدكم من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت. فظننت أني عندما أسافر إلى بلدي فأطفت طواف الوداع، ولكن لما ذهبت إلى المدينة سمعت الناس يقول أنك ما دام خرجت من المدينة مسافة سفر فعليك دم. فهل هذه الفتوى صحيحة؟ وبارك الله فيك. أنت من خارج المملكة يا سيدي الكريم؟ من خارج السعودية؟ لا، داخل المملكة، حجيت وما زلت في المملكة. اليوم رجعت المكة، كنت في المدينة ورجعت اليوم المكة. لكن السكنة في المملكة أنت يا أخي الكريم؟ لا مش السكنة في المملكة، لا جيت حجيت بس. طيب. أرجع البلدي جمعة قادمة إن شاء الله أرجع البلد. طيب واضح السؤال. سؤال آخر أبو خالد معنا؟ بارك الله فيكم. شكرا بارك الله فيك. معنا عبد الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا صار لي يعني موقف كذا في رمضان والله أعلم عن اسمه. بنتي كان لها إشاعة في المستشفى، وأنا يعني مواعيدها كانت مرة يعني ما أحصل الموعد إلا بعد تعب. فرحت لهم وقالوا لازم تشرب موية كثيرة على أساس يعني نسوي الإشاعة. فطرت هذيك اليوم خليتها تشرب موية، فهل علي شيء في ذلك ولا لا؟ طيب. أنا وهي. والسؤال الثاني: أنا اعتمرت قبل يمكن 17 سنة أو 16 سنة. فلما جينا في الزحمة يعني كان ذيك اليوم يوم 27 وكان يوم جمعة. طيب. اعتمرنا وما قدرنا، ما استطعنا أن نقص، وخرجنا من الحرام وخرجنا وكان يعني معنا يعني شوية يعني قل الفهم شوية. خرجنا ونسينا من الموضوع وراح كذا، وصرت تذكرت بعدين وسألت عن الحاجة هذه وقال قصي ذا الحين، لكن ما أدري والله هل علي شيء في ذلك أنا وأخواني وأمي. طيب قصيتي أنا ذاك يا أختي الكريمة يوم تذكرتي؟ قصيت بعدين لما سألته قال قصي. طيب. الوقت هذا فقصيت بعدين ولا أدري. واضح السؤال يا أختي الكريمة. شكرا لكل الأخوة والأخوات متصلين ومتصلات. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث عن الطواف، طواف الإفاضة لمن تركه. ويعني خطر ببالي سؤال إن أحيانا يقدم الإنسان السعي على الطواف، حكم ذلك؟ هل السعي مرتبط بالطواف يأتي بعده، أو لو قدمه الإنسان لا غضاضة في ذلك؟ نعم، جماهير الفقهاء على أن السعي تبع للطواف، فلا يصح تقديم السعي على الطواف، بل لا بد أن يكون السعي يكون عقب طواف مشروع. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو كذلك المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية. يعني المذاهب الأربعة كلها متفقة على هذا القول، أنه لا بد أن يكون السعي بعد طواف. وأما رواية سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، فهي ضعيفة لا تصح من جهة الإسناد. وحينئذ نقول